توجد المغرب في أقصى الشمال الغربي للقارة الإفريقية، يحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الغرب المحيط الأطلسي، ومن الشرق الجزائر، في حين تحدها من الجنوب موريتانيا. عاصمة المغرب هي الرباط، أما العاصمة الاقتصادية فهي الدار البيضاء. تمتد سواحل المغرب على مسافة 3500 كيلومتر، ولئن كانت المغرب تنتمي للقارة الإفريقية فإنها لا تبعد عن أوروبا سوى 14 كيلومتر، وهو عرض مضيق جبل طارق الذي يفصل بين المغرب وإسبانيا. تبلغ مساحتها حوالي 711 ألف كيلومتر مربع، باعتبار طبعا الصحراء الغربية المختلف عليها، وترتيبها عالميا 39. عدد سكان المغرب يبلغ حوالي 35 مليون نسمة، أي 3 أضعاف عدد سكان تونس و6 أضعاف عدد سكان ليبيا. يعتمد المغاربة في اقتصادهم على عدة قطاعات هي الصناعات المنجمية والتحويلية وغيرها، وتعتبر المغرب ثالث بلد منتج للفوسفات في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها في المقابل تحتل المرتبة الأولى عالميا في صادرات الفوسفات. في العقد الأخير بدأت المغرب تدخل في قطاعات صناعية جديدة ومتطورة مثل صناعات السيارات وتركيب الطائرات والسفن والصناعات الكهربائية والمطاط، وتساهم الصناعة في 35% من الناتج الداخلي الخام، وتشغل 30% من اليد العاملة. أما الفلاحة فتساهم ب 11% من الناتج الداخلي الخام، وتشغل 33% من اليد العاملة. والخدمات تساهم ب 54% من الناتج الداخلي الخام، وتشغل 37% من اليد العاملة. المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيا في مجال السياحة، كما يحتل المرتبة 55 عالميا من حيث جاذبية الاستثمار. المغرب يحتل المرتبة 44 من بين الدول الأكثر إنفاقا على السلاح، بينما تحتل السعودية المرتبة الرابعة عالميا. يحتل المغرب المرتبة الأولى عالميا في إنتاج القنب الهندي الكنابيس، وسنعود في حلقة قادمة إلى إنتاج الكنابيس في العالم، ونرى إنتاج الكنابيس في المغرب. متوسط أمل الحياة عند الولادة في المغرب هو 75 سنة، ونجد أفضل معدل في اليابان بحوالي 83 سنة، وتسجل سيراليون أدنى رقم ب 46 سنة. نسبة المعرفة بالقراءة والكتابة في المغرب تبلغ 70.1%، بينما تبلغ في تونس 77.7%، والصومال يحتل المرتبة الأخيرة في نسبة المعرفة بالقراءة والكتابة ب 11.45%. في المغرب هناك طبيب لكل 1617 مواطن، بينما نجد في موناكو طبيب لكل 141 مواطن، بينما نجد طبيب لكل 125 ألف مواطن في تنزانيا. تبلغ نسبة النمو في المغرب 3.9%، وتحتل إيران المرتبة الأولى عالميا بنسبة 12.9%، وفنزويلا هي أقل الدول نموا بنسبة 18.6 تحت الصفر. تبلغ نسبة انتشار الإنترنت في المغرب 30%، بينما تصل في تونس إلى 55%، وفي النرويج إلى 96.3%. نسبة البطالة في المغرب 10.6، ونجد أقل الدول انتشارا للبطالة في العالم هي قطر بنسبة 0.1، وأكثر الدول في نسبة البطالة هي الكونغو ب 46%. القطار فائق السرعة TGV اللي يربط مدينة طنجة شمال المغرب بالدار البيضاء بتكلفة 2 مليار أورو. السفرة بالقطار العادي تدوم 5 سوايع، بالTGV ساعتين. المشروع بدأ في 2007، يمتد على 350 كيلومتر. سرعة القطار تتراوح بين 160 و 180 كيلومتر في الساعة.
مولت فرنسا 51% من المشروع، المغرب 28%، و21% المتبقية بين صناديق عربية من السعودية والكويت والإمارات. في المغرب أيضا بورت هو الأكبر في المملكة، بورت طنجة المتوسط، فيه منطقة حرة تمكن خلال عام من تشغيله من نقل 1,000,000 كونتينر، 1,000,000 حاوية، وتجاوز ميناء مرسيليا في عام واحد. عام 2014 الميناء تمكن من معالجة 8 مليون كونتينر. في طنجة أيضا معمل لصناعة السيارات ينتج سنويا 400,000 سيارة. المغرب في المرتبة السادسة عالميا من حيث الربط الملاحي بعد ما كانت في المرتبة 83 عام 2005. عام 2017 286,000 شاحنة للنقل الدولي عبرت ميناء طنجة المتوسط اللي تبلغ طاقة استيعابه 700,000 شاحنة. ميناء طنجة مرتبط ب 174 ميناء في كل أنحاء العالم موزع على 74 دولة، أكثر من 2.8 مليون مسافر في 2017. ميناء طنجة المتوسط قطب صناعي لأكثر من 800 شركة عالمية بحجم مبادلات 7.8 مليار دولار. المغرب مكون رئيسي لتاريخنا في المغرب العربي، هو المغرب الشقيق وقت نحبوه قريب، وهو المغرب الأقصى وقت نحبه نبعده من المقارنات. في 25 جويلية 2012 في خطاب تاريخي ليه في المجلس التأسيسي قال منصف المرزوقي اللي أوات المغرب بوه يرحمه أواته حي وبعد ما ماتوا. قال المرزوقي في حضور سفير المغرب إن النظام الملكية الدستورية مقارنة بالنظام الجمهوري لا يقوم على أسس ديمقراطية حتى وإن توفرت في ظله القوانين والحريات الفردية والجماعية والمساواة. احنا زاد الحقيقة جونا احلى جو، بعبارة خونا اللي كان يواجه في محنة في البابور، جونا فسفس. احنا عنا ميناء المياه العميقة في النفيضة على 90 كيلومتر مربع، وباش يوفر 250,000 موطن شغل خلال 10 سنين. منطقة الخدمات الاقتصادية واللوجستية في ميناء النفيضة تمتد على 2000 هكتار. ميناء النفيضة مازال مشروع جميل في أذهاننا. في تونس أيضا مشروع كبير هو الشبكة الحديدية السريعة، كان سهلة القدرة العام الجاي استغلال أول قسط من الشبكة، رغم اللي وزير النقل السابق أنيس غديرة قال باش يكون حاضر في أكتوبر 2018. في تونس عملنا قبل الثورة مطار من طراز عالي وطايشناه من غير ربطه بأي وسيلة نقل. هنا عنا مطار نفيضة ونسمعوا به مع كل إضراب للخدامة ضد شركة تاف التركية. وعندنا مطار آخر ما زلنا ما تفهمناش على بلاصته، كل واحد يجبد ليه. الأهم أن المطار باش يكون جاهز عام 2030 بكلفة 850 مليون دولار ويا من عاش. الخلاصة شكرا للمغرب اللي تذكرنا أنه تحقيق الأفضل ممكن، وشكرا البرشا من اللي حكمونا وساسونا، لولاهم لما اكتشفنا أنه القاع ما عندوش آخر. أرقام الفوسفات مرة أخرى حسن. اي نعم، الفوسفات مهم. انتاج الفوسفات تطور ب 22% في 2017، وهي أكبر نسبة منذ 7 سنوات. مشتقات الفوسفات عرفوا كذلك نمو ب 20% في 2017، وعرفوا 22.5% في 2016. الغبار الكيميائي عرف 16%، الأكسيد فوسفوريك 23.8%. الأسواق الخارجية طالبة أكثر فوسفات ومشتقاته، أمريكا اللاتينية، أوروبا، إفريقيا. ديجا حصة القارة الإفريقية كانت 0.5% في عام 2000، ولات 28% في 2017. معناتها ضعفت 8 مرات في ما بيناتك البريود نتاع 2000 و2010 و2011 و2017. وجابت ودرت 6 مليار دينار تونسي. لكن الارقام هذه اللي قاعد نقول فيها كلها هذه حمزه هي تهم مش تونس، تهم المغرب. حتى انا دخت. اي تهم المغرب. نعاودهم المغرب. انتاج الفوسفات تطور في المغرب الاقصى، مملكه المغرب 22% في 2017 وهي اكبر نسبه منذ 7 سنوات. 7 سنوات عندها دلالتها كلمه 7 سنوات.
مشتقات الفوسفات عرفوا كذلك نمو ب 20.5% في 2017 في المغرب، و22.5% في 2016. ارقام قياسيه قاعد يحق فيها الفوسفات في المغرب. مصائب قوم. ماسيد فوسفوريك زاد 23.8%، اللي نحن كنا اهم بلاد في العالم. الاسواق الخارجيه طالبه فوسفات توا اكثر من ذي قبل، وخاصه سوق جديده اللي هي افريقيا اللي كنا ناسينها. افريقيا ولات حصه القاره الافريقيه من فوسفات المغرب ولات 28%، مع 28% من الفوسفات ومشتقاته للفيرتيليزاسيون تاع الاراضي الفلاحيه، 28% ولات حصه المملكه المغربيه في السوق الافريقيه، ضعفت 8 مرات في ال7 سنوات الاخيره. افريقيا فقط جابت للمغرب 6 مليار دوات دينار تونسي، 6000 مليار تونسي. افريقيا فقط. هاو اللي صار في 7 سنوات في المغرب الاقصى. ربي يزيدهم، احنا اخواتنا المغاربه، لكن لازمنا نحن بيدنا نفهموا شنو اللي صار لنا وعلاش الوضع حتى لتوا ما تحسنش في قطاع الفوسفات في تونس. رغم اليوم انتاج الفوسفات تطور 22% في 2017 في المغرب الاقصى، مملكه المغرب، مش في تونس.